السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة الفيديو بتاعنا عن التخليل، هنعمل مخلل لفت وجزر مع بعض. الطريقة تكون سهلة وبسيطة إن شاء الله، ويا رب أكون عند حسن ظنكم. لو أول مرة تشوفي قناتي، أنا صافي من قناة ملكة في بيتك. إن شاء الله يكون عندكم كل جديد ويظهر لكم كل جديد. ما تنسيش دعميني باللايك الحلو بتاعك والكومنت. يلا قبل ما ندخل على الفيديو على طول نصلي على الرسول. هنشوف مع بعض المقادير وطريقة التحضير. حاجة كده تفتح النفس، كل حاجة يكون فيها نظافة بتكون سهلة وبسيطة وحلوة جدا وتفتح نفسك. حاجة كده ما شاء الله. نروح للفيديو على طول. هنا بقى احنا عارفين الايام دي اللفت بسم الله ما شاء الله حلو جدا، وكمان ما بيكونش شايخ بقى والكلام ده كله. حلو قوي الايام ديت. كل سنة وانتوا طيبين. طبعا الأيام ديت موسم بقى الشتاء، بتبقى الحاجة اللهم صل على النبي بجد حلوة جدا. هنا بدأت ان انا حطيت اللفت كله كده بالشكل ده. طبعا الحوض كان نضيف زي ما احنا شايفين، وحطيت اللفت كله كده وبدأت ان انا انضف فيه الاول. في ناس ممكن تقولك ايه ده انتي مش بتغسليه الاول؟ لا، انا بحطه كده الاول وبنضفه بالشكل ده. بطلع منه اي حاجة، ولو شايفة حاجة كده في الجنب مش عجباني بشيلها بطرف السكينة. البنات المبتدئة لازم تاخد بالها كويس جدا. صلوا على رسول الله. هنا بقى ايه، بدأت بالطرف كده بالراحة خالص، يعني مش بشيل منها حتة كبيرة. وبشيل بقى الجزء بتاع الجزء الاخضر دوت اللي هو بيبقى فيه العروش بتاعته، مش بحبه خالص، والعروق دي مش بحبها بصراحة خالص. في اللفت نضفت كله بالشكل ده وخليت الحوض طبعا نضيف. اهم حاجة يكون النظافة عشان يفضل حاجتك حلوة كده وانتي بتحطيها كمان تكون نضيفة وشكلها حلو ومرتب. بدأت بقى اغسل اللفت بالشكل ده. ما تنسوش صلوا على رسول الله ودعميني باللايك الحلو بتاعك. طبعا انت اول ما بتغسليه كده، يعني اول ما المية بتنزل عليه بتلاقيه بينضف معاكي بكل سهولة. عندك ليفة بقى بتاعت خضار وحابة تغسلي بيها براحتك، بس خلي بالك الليفة هتخلي اللون بتاع اللفت يطلع منه. تمام. بصوا بقى كده، شايفين الحتة دي بدأت ان انا بطرف السكينة، مش باخد جزء كبير منها، هو يدوب بشيل الجزء ده بس كده اهو. اي حاجة بقى مش عجباني فيها بشيلها زي ما احنا قلنا، بطرف السكينة كده. هغسل بقى اللفت كله وبعدين اسيبه ينشف كده شوية. مش هعمله بالمية بتاعته بالشكل ده. عايزة اقول لكم بقى لونه بسم الله ما شاء الله، لونه حلو قوي. الايام دي بيبقى الخضار الله اكبر جميل، سواء خضرة بقى خضار اي حاجة بصراحة بتبقى جميلة جدا في الشتاء. حتى بتلاقوا بقى الجرجير الخس، الحاجات دي كلها جميلة قوي ما شاء الله. هو المقطع طول قوي شوية، معلش بقى، خلاص هانت. تنسوش بقى صلوا على رسول الله ودعموني باللايك الجميل. خلاص كده بقى ايه، خلاص خلصت كل الغسيل بتاعه وبدأت حطيته في جنب كده على الرخامة عشان ياخد راحته خالص ان هو ينشف وينزل المية بتاعة الغسيل بتاعه.
طبعا كنت كل ما بخلص بنضف الحوض. اهم حاجة عندي الحوض ده عندي مشكلة، بحبش اشوف اي حاجة فيه. نضفت بقى كل حاجة بالشكل دوت. كده سيبته بقى ينشف خالص، وبدأت بقى ان انا اقطع. التقطيع بتاعك زي ما انت حابة، بس اهم حاجة خلي بالك في الوقت ده لو شايفة اي لفتاية تكون عاملة زي الفل كده، ما تحطيهاش خالص، شيليها. معلش مش هتأثر معاكي في حاجة، شيليها خالص عشان لا قدر الله ما تبوظش معاكي المخلل. هنقطعه بقى كله حلقات بالشكل ده زي اكنك بتقطعي بطاطس كده، بس خلي بالك ما يكونش ولا تخين ولا رفيع، السمك بتاعه يكون معقول. تمام كده. بدأت اقطعه كله عشان اسهل على نفسي، بدل ما اقطع شوية شوية وبعد كده اجي اقطع تاني، لا كده بسهل على نفسي واقطعه كله مرة واحدة. هجيب بقى القطاع، وعندي الشكل بتاعي اللي هو الزجزاج دوت، وهقطعه كده عشان يدينا الشكل الحلو بتاع التخليل. اما بتجيبيه من بره بتلاقي شكله حلو كده، وما عندكيش القطاعة براحتك خالص تقدري تقطعيه زي البطاطس، هيكون سهل جدا برضو معاكي. طبعا البنات المبتدئة بتبقى مش عارفة تعمل ايه، او بتبقى قلقانة وخايفة، ما تقلقيش خالص، اعملي الخطوات تكون سهلة وبسيطة عليكي. انا مش بقولك الكلام ده عشان تعملي للطريقة بتاعتي، لا طبعا انا بقولك ان انت لاي حد شايفة الطريقة بتاعته سهلة اعمليها وما تقلقيش خالص، اهم حاجة ان انت تكوني تعملي الخطوات. وقطعت بقى كله بالطريقة الجميلة ديت، وحطيت عليه شوية ملح وسبته، وكمان قطعت عليه الجزر وحطيته، وبدأت بقى اقلبه بالشكل ده. بصوا عامل مية كده بعد ما سبته طبعا 3 4 ساعات واكتر كمان. كده اهو، بصوا المية بتاعته اللي طالعة عليه، عشان طبعا حطيت عليه شوية من الملح، ما تكتريش الملح عشان ما يحدقش معاكي. وهجيب بقى عندي البرطمانات حسب طبعا الكمية اللي انت عاملاها. انا هنا لبست كلوفز، لبست جوانتي كده عشان اقدر اضيف بقى، عشان الملح اللي فيهم ما يتعبليش ايديا طبعا، الحساسية وكده. وبدأت عايزة اقول لكم هو كان لخمني جدا، بس ايه عشان برضو ايديا حساسة وبتلاقوا ممكن بقى تهرشي وكده، فخلي بالك اهم حاجة. بدأت ان انا اضيف كده في البرطمانات. هنجيب بقى، هنبعد البرطمانات كده شوية، وهنا هنضيف المية. هنا انا ضفت حوالي 15 كوباية من المية. عايزة اقول لكم كل كوباية مية عليها معلقة من الملح، المعلقة ما تكونش مليانة قوي، لا تكون ممسوحة، والمعلقة الكبيرة خلي بالكم ملحوظة مهمة جدا، المعلقة تكون كبيرة لكن ما تكونش مليانة، ما تكونش هرمية، لا تكون ممسوحة. بحب اذكركم تصلوا على رسول الله. ضفت بقى 15 معلقة طبعا على حسب الكمية اللي انا حطاها، انا حطيت 15 كوباية من المية، حطيت 15 معلقة من الملح. عايزة اقول لكم الوصفة دي والله بجد لأي طريقة مخلل بجد ممتازة. ايه هي؟ اللي هي كوباية مية عليها معلقة ملح، بصوا ولا حادق ولا دلع، بتكون مظبوطة جدا. وبدأت بقى هنا ضفت كام معلقة كده من هريسة الشطة، طبعا دي اختياري وبراحتك انتي، في زيادة بقى اقل مش عايزة تضيفي خالص براحتك. انا بحبش اضيف عليه بنجر، عشان كده بحب اضيف هريسة الشطة، بتكون حلوة جدا، او هريسة الفلفل زي ما بنحب نقول عليها، براحتكم خالص. وبدأت بقى ادوب كله مع بعضه بالطريقة دي. بصوا تحسوا ان انتوا عايزين تشربوا المية بتاعتها كده بجد حاجة جميلة جدا ونضيفة بسم الله ما شاء الله تفتح النفس. وهبتدي بقى اضيف كده في البرطمانات. كده خلاص ضبطت الملح وحطيت الفلفل وعملت المية، بصوا كل حاجة تمام الحمد لله.
والبرطمانات كنت معقماه وضفت بقى بالشكل دوت. وهبتدي بقى اقفل البرطمان كويس. وهعمل بقى الفلفل، بصوا الفلفل بقى اترصب فوق كده. لا انا ههز البرطمان شوية عشان يجي في كل الاتجاهات ويكون حوالين اللفت والجزر كله، ما يكونش في مكان واحد. بصوا بقى انا قعدت اقلب في البرطمان ازاي بالشكل ده. عايزه اقول لكم ولا حطيت خل ولا حطيت بنجر، وبيكون جميل جدا جدا. وده البرطمان التاني وبس كده. وان شاء الله هنشوفه في فيديوهات تانية مع اكلات تاني باذن الله بعد التخليل. تمام بس كده. وطبعا دي كانت رغبة زوجي، بيحب المخلل، بيقول لي بحبه منك لانه بيبقى مظبوط. فالحمد لله ان شاء الله يعجبه وان شاء الله الطريقة تعجبكم. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكون عجبكم واكون قدرت افيدكم لو بحاجة بسيطة. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.